السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم في قناة ويز نسمة. النهاردة إن شاء الله مكملين مع بعض حل تدريبات كتاب الأضواء تانية إعدادي ترم تاني 2023 على القصة. حلينا مع بعض 5 فصول قبل كده. اللي فايته أي حاجة يكتب لي في التعليقات وأنا هحط له اللينك بتاع الفيديو، وإن شاء الله خلال الفيديو هيظهروا في علامة الآي. اللي فايته أي فصل يقدر يدخل على القناة ويشوفه. هنبدأ إن شاء الله النهاردة في الفصل الثاني عشر بعنوان العدوان والصمود. نبدأ بسم الله. بيقولي تخير الصواب مما بين القوسين. ألف، دمرت الضفادع البشرية ميناء بورسعيد ولا إيلات ولا العقبة ولا عكا؟ طبعا احنا عارفين ان هو ميناء إيلات. ب، ظهر الصمود المصري في هجوم إسرائيل على جزيرة سيلان ولا قبرص ولا مالطا ولا شدوان؟ طبعا تمام، شدوان. ج، وصلت إسرائيل إلى نقط القناة في هجوم 1967 شمالي القناة ولا شرقي القناة ولا غربي القناة ولا جنوبي القناة؟ طبعا هو شرقي القناة اللي هو شرق القناة. د، بيقول لي مصر خالدة على مر الزمان. قائل العبارة هو عبد الناصر، كتلي، مسبيرو، جواد حسني؟ طبعا هو مسبيرو. بعد كده هندخل على نوع تاني من الأسئلة، وبيقول لي ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير الصحيحة. ألف، أعلن الشعب المصري رفضه للهزيمة وأعاد بناء جيشه من جديد. طبعا صح. ب، صمدت جزيرة شدوان أمام العدو وظلت راية مصر مرفوعة عليها. تمام، برضو صح. ج، أثبت الشعب المصري على مر العصور صلابته أمام الشدائد. طبعا صح. د، تدمير المدمرة إيلات من مظاهر مرحلة الردع. طبعا تمام صح. يبقى كده الأربع أسئلة صح. تمام. بعد كده بيقول لي تخيل لكل عبارة مما يلي ما يناسبها من البطاقات التي أمامها. ألف، مدمرة بحرية إسرائيلية دمرها توربيد مصري. طبعا هي إيلات. طبعا هو عاطيني هنا المبادئة وإيلات والردع. ب، مرحلة ضربت فيها الضفادع البشرية المصرية ميناء إيلات هي مرحلة الردع. مرحلة بداية عبور المصريين القناة عدة مرات في اليوم الواحد. المرحلة بداية اللي هي المبادئة. تمام، جاية من اسمها بداية مبادئة. تمام كده. يقول لي أكمل العبارات الآتية. ألف، تم إغراق المدمرة البحرية الإسرائيلية. طبعا المدمرة البحرية الإسرائيلية إيلات بتوربيد مصري عندما اقتربت من السواحل المصرية. تمام. ب، انتقل الشعب المصري من مرحلة الصمود إلى مرحلة الردع. ج، في مرحلة الردع دمر ميناء نقط الإسرائيلي. طبعا دمر ميناء إيلات. د، تقع جزيرة شدوان عند مدخل خليج. طبعا عند مدخل خليج السويس. وبكده نكون خلصنا الأكمل، ودلوقتي هنحل مع بعض الأسئلة المقالية. بيقول لي أجب عن الأسئلة الآتية. ألف، وضح دور الضفادع البشرية المصرية في ميناء إيلات الإسرائيلي. إجابة السؤال ده في صفحة 337، السؤال رقم 11. طبعا إجابة نموذجية. هقول له حيث استطاعت أن توجه الضربة الثانية إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، حيث ركبت تلك الضفادع طائرة هليكوبتر نحو الميناء على ارتفاع منخفض وسط تلال سيناء، ونزلت في مكان محدد لها وسط البحر، وأخذت كل مجموعة تعد العدة لنسف الميناء، ووصلوا بهذه المتفجرات وأعطيت إشارة البدء، فاندلعت النار في الميناء. ونتيجة هذه الجولة اشتعلت النيران في ناقلة الدبابات وسفينة النقل العسكرية. تمام، دي الإجابة. بيقول لي كيف أعادت مصر بناء جيشها بعد نكسة يونيو 1967؟ رقم 1، سلحته بأحدث الأسلحة وأحسنها. 2، نظمته بأحدث أساليب الحرب والقتال. 3، أدخلت فيه العناصر المتعلمة. تمام كده، دي الإجابة. لازم نكتب له الثلاث حاجات. تمام، أو الثلاث إجابات. بيقول لي كيف تجلى الصمود المصري في جزيرة شدوان، ولما اختار العدو تلك الجزيرة؟ جل في الاستمرار في مقاومة العدو ورده والصمود أمامه كالجبال دون خوف والانتصار عليه. ولماذا اختاروا هذه الجزيرة؟ طبعا لأنه يوجد بها مجموعة صغيرة من الرجال، وبذلك تستطيع إسرائيل أن تحقق نصرا تجد فيه وسيلة للدعاية. تمام، ده كان سبب اختيارهم لهذه الجزيرة، ان كان فيها مجموعة صغيرة من الرجال، فكانوا فاكرين ان هم هيحققوا نصر، بس طبعا حصل العكس.
بعد كده دال بيقول لي ما أثر دعم مصر للمقاومة الفلسطينية؟ طبعا أصبحت هذه المقاومة أشواكا تقلق إسرائيل. أصبحت هذه المقاومة أشواكا تقلق إسرائيل. تمام. تدريب تراكمي على الفصول من الفصل السابع لحد الفصل الثاني عشر. بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين قوسين. 1. البطل الذي قتله الأعداء في السجن هو أحمد الأبنودي، علي صالح، جواد حسني، جلال الدسوقي. طبعا هو جواد حسني. 2. حمل لواء الكفاح بعد مصطفى كامل، أحمد عرابي، سعد زغلول، محمد فريد، عمر مكرم. طبعا هو محمد فريد. بعد كده بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة الخطأ. 1. استقبلت أوروبا خبر تأميم قناة السويس بهدوء تام. طبعا غلط. 2. وصف سعد زغلول لجنة ميلنر بأنها حماية مقنعة. طبعا صح. بعد كده بيقول لي جيم أجب عما يأتي. ما الفرق بين الحرية الكاذبة والحرية المصونة؟ هنعرف الحرية الكاذبة والحرية المصونة. هنقول الحرية الكاذبة هي الحرية في أمة لا تملك أقواتها وتعيش عبئا على سواها، ولا يجد أبنائها ما يمسك الرمق وما يستر العورة، وتفر من أبنائها عند الشدة. أما الحرية المصونة هي الحرية التي تحميها المزارع والمصانع ويرهبها الأعداء ويحرص على صداقتها الأصدقاء. تمام. هي دي الإجابة بتاعتنا. اتنين بيقول لي كان للخيانة دور كبير في تعرض الجيش المصري لظروف عصيبة في فلسطين، وضح ذلك. طبعا هقول له لأنه بسبب قيام بعض المقربين إلى الملك باحتكار توريد الأسلحة للجيش وتقديم أسلحة فاسدة له، فطبعا دي كانت خيانة. وبكده نكون خلصنا حل تدريبات الفصل الثاني عشر العدوان والصمود من كتاب تاني إعدادي ترم تاني من كتاب الأضواء 2023. وإن شاء الله مكملين مع بعض في حل. فاضل لنا فصل واحد بس، وإن شاء الله هينزل بعد الفصل ده على طول. وإن شاء الله هنحل مع بعض المحافظات، واللي عنده أي سؤال يكتب لي في التعليقات. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وفعلوا زر الجرس.